مساء الخير عليكم. اليوم ما غاديش نهضروا على النتيجه ديال الماتش، غادي نهضروا على الصوره العامه، على العقليه وعلى الرسائل النفسيه اللي نقدروا نخرجوا بها من الماتش ديال المغرب وجزر القمر. اولا الافتتاح رساله قبل الكره. قبل ما تبدا الكره خاصنا نوقفوا عند الافتتاح كان في مستوى عالي بزاف، تنظيم، احترافيه وصوره حضاريه. هادشي ماشي غير بروتوكول، راه رسالة قوية لإفريقيا والعالم أن المغرب واجد تنظيميا ونفسيا. ومن الناحية النفسية هاد الأجواء كترفع المعنويات ديال اللاعبين، كتخلق الفخر وكتخلق إحساس بالمسؤولية. راك ما كتدافعش غير على القميص، راك كتدافع على صورة بلاد كاملة. تقنيا المنتخب المغربي دخل مستحوذ ومنظم ضد منتخب اللي اختار التراجع والدفاع. الماتش ما كانش سهل، حيت ملي الفريق الخصم كيختار انه يدافع بكثافه كيخصك تصبر وتدور اللعب. كانوا لحظات اللي ممكن اننا نرفعوا الايقاع اكثر، ولكن في الماتشات ديال الكؤوس تيكون التوازن والصبر اهم من التسرع. خاصنا نعرفوا بعدا واحد الحقيقه، هي ان اول ماتش في البطوله ديما تيكون صعيب نفسيا. كاين الضغط، كاين انتظارات، وكاين الجمهور، ولكن اللي شفناه هو الهدوء، التحكم في الاعصاب وعدم السقوط في التوتر. لغه الجسد ديال اللاعبين بقات ثابته، وهذا دليل على النضج النفسي وعلى ان الفريق كيعرف شنو باغي. دابا غنجيو لنقطه حساسه جدا، اختيارات المدرب، وبالضبط نهضروا على الحاله ديال سايس. قبل ما تبدا البطوله كان النقاش مشروع، السن، الجاهزيه، واش ما عطاش كاع داكشي اللي عنده. وهذا في الحقيقه كلام فيه جانب من الصواب، ولكن دابا المنافسه بدات والاختيارات دارت، وما يمكنناش نرجعوا للور وما يمكنناش نغيروا الماضي. في هذه المرحله النقد ما غاديش يبدل الواقع، ولكن الدعم يقدر يبدل الاداء. نفسيا اللاعب اللي كيسمع بزاف ديال التشكيك كيحبس، واللاعب اللي كيلقى الثقه كيقدر يبدل الاداء وربما يفاجئك. اليوم في الحقيقه ما خصناش نسولو علاش اختار سايس، ولكن السؤال اللي خصنا نطرحه هو كيفاش نعاونوه باش يكون في الجاهزيه ديالو وباش يعطي اداء في المستوى. الجمهور المغربي هو جمهور عاطفي، تيبغي المنتخب ديالو وهذا الشيء طبيعي، ولكن خاصنا نكونوا واعيين. وسط البطوله الضغط والهجوم الزائد كيعقد الامور، اما الدعم فتيحرر اللاعب نفسيا وتتزاد عنده الثقه. وهكذا فعوض ما يعطيك 100% من المستوى ديالو يقدر يعطيك حتى 120%. النقد مهم، ولكن التوقيت اهم. في الكره بحال في الحياه، ماشي اي قرار مفاجئ تساوي قرار خاطئ، وماشي اي غلط كيتصلح بالهجوم. كاين الوقت ديال الدعم وكاين الوقت ديال التقييم، ودابا حنا في الوقت ديال الدعم. باش نختم، المنتخب المغربي بحاجه الى جمهور يكون واقف معاه دابا وماشي ضده. الدعم دابا والنقاش من بعد، بالعقل والهدوء، حيت الفريق اللي كيلقى الثقه كيقدر يوصل بعيد.